السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبما أننا في العد التنازلي لتوديع سيدنا رمضان المبارك، وندعو الله بأن لا يكون العهد الأخير، وأن يعيده الله علينا سنينا وأعوام، ويغفر لنا فيه ذنوبنا ويعتق رقابنا من النار. حبيت اليوم نسرد عليكم قصة صغيرة وحكمتها كبيرة. تقول القصة، وهي من أدب الدين، بعنوان ميزان كل واحد في يده. يقول بكري دخل شخص على أحد الزهاد وسأله: أريد أن أعرف هل أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ أجاب الشيخ: إن الله أرحم بعباده، فلم يجعل موازينهم في أيدي أمثالهم، فميزان كل إنسان في يد نفسه. يعني كل إنسان عنده ميزان تاعه في نفسه وفي يد نفسه. قال له الراجل مستعجب: كيف ذلك؟ رد عليه الشيخ: لأنك تستطيع أن تغش الناس، ولكنك لا تغش نفسك، فميزانك في يديك. تستطيع أن تعرف بنفسك أأنت من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة. الراجل هذاك ما فهمش وحب يفهم، قال له: اشرح لي كيف ذلك. وهنايا سقساه الشيخ وقال له: إذا دخل عليك من يعطيك مالا، ودخل عليك من يأخذ منك صدقة، فبأيهما تفرح؟ فتحير الرجل وسكت. أجاب الشيخ: إذا كنت تفرح بمن يعطيك مالا فأنت من أهل الدنيا، وإذ كنت تفرح بمن يأخذ منك صدقة فأنت من أهل الآخرة. فإن الإنسان يفرح بمن يقدم له ما يحبه، فالذي يعطيني مالا إنما يهبني الدنيا، والذي يأخذ مني صدقة يهبني الآخرة. فإن كنت من أهل الآخرة فافرح بمن يأخذ منك صدقة أكثر من فرحك بمن يعطيك مالا. أخذ الرجل يردد مدهشا ومستعجبا: سبحان الله سبحان الله. قال له الشيخ: لذلك كان بعض الصالحين إذا دخل عليه من يريد الصدقة كان يقول له متهللا، يعني فرحان ومرحب به: مرحبا بمن جاء يحمل حسناتي إلى الآخرة بغير أجر، ويستقبله بالفرحة والترحاب. فإن كان في جيبك درهم فتصدق به، فذلك أحب عند الله من من العبادات. يعني بعد عبادة الصلاة والصيام والزكاة تأتي الصدقة، واللي تدفع الأذى في الدنيا ويصيبها الإنسان في الآخرة. صاح الراجل بأسى، يعني حزين، وقال له: إذا أنا أقول إن لله وإن إليه راجعون. أجاب الشيخ: لا تيأس من رحمة الله، وسر في ركابهم تلحق بهم. إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا بهم، إن التشبه بالكرام فلاح. إن جاءك المهموم أنصت، وإن جاءك المعتذر اصفح، وإن جاءك المحتاج أنفق، وإن جاءك الجائع أطعم. ليس المطلوب أن يكون في جيبك مصحف، ولكن المطلوب أن تكون في أخلاقك آية. فهنيئا لمن يزرع الخير بين الناس. اجعل من يراك يدعو لمن رباك، فصفاء القلب ليس غباء، إنما ميزة يمنحها الله لمن هداه وأحبه.